كفايه بقى والله العظيم، كفايه كفايه يا خطيب يا فاشل، كفايه لعيبه عاله، كفايه شويه مرتزقه في الملعب حتى مش عايزين تعملوا بالفلوس اللي بتاخدوها. طلعتوا دي خلاص يا عم بقى، غوروا في داهيه بقى، غور في داهيه يا افشل رئيس نادي صراحه. يا خطيب يا فاشل، يا خطيب يا فاشل، يا مجلس اداره فاشل، يا لعيبه خواجات في الملعب، يا جهاز فني وجهاز اداري ومفيش حد خالص. مفيش. عايز ايه انت يا خطيب؟ عايز مستني ايه؟ مستني ايه تاني؟ قاعد تعمل ايه؟ انت السبب في كل دوت. انت السبب اخرهم قاعد له مدرب في اخر 6 ماتشات في البطوله الوحيده اللي انت بتنافس عليها دلوقتي، وهو عارف انه ماشي اخر الموسم. عايزه ينافس ازاي؟ عايزه يكسب ازاي؟ عايز اللعيبه تنفذ تعليماته ازاي؟ الكل عارف انه ماشي اخر الموسم. انت مش، انا مشكلتي انك مش عارف تمشيه. انت مش عارف تمشيه عشان انت فاشل، مش عارف تمشيه عشان عامل له شرط جزاء ما يتعملش. انا ذنبي ايه؟ انا كجمهور مالي؟ من الاخر افشل مجلس اداره وافشل رئيس نادي. انت يا خطيب افشل رئيس نادي، ضيعت اسم الاهلي، ضيعت هيبه الاهلي، ضيعت مبادئ الاهلي، ضيعت حاجات كتير قوي. يا راجل بيك من غيرك هنكسب بطولات. هتقول لي احسن رئيس نادي في عدد البطولات؟ بيك من غير من غير رئيس نادي خالص اسم الاهلي هينزل يكسب بطولات. ما تقوليش اللي انت عملت اللي ما يتعملش، ما تقوليش الكلام دوت. الاهلي هو الاهلي بيك من غيرك. ما تعيش الدور، ما تعيش الدور. لعيب كويس واسطوره ومحترم يا عم، على عيني وعلى راسي. انا مالي بكل دوت؟ انا مالي انت محترم ولا مش محترم؟ انا شايفك انك اداريا فاشل، رئيس نادي فاشل، رئيس نادي ضيع الاهلي. موسم صفري، موسم صفري. كونفدراليه، كونفدراليه ده لو لحقنا الكونفدراليه. لا، اقل ما فيها اقل ينزل بيان دلوقتي يا باشا باستقاله مجلس الاداره كله، وعلى راسهم الخطيب الفاشل كله بلا استثناء. اللعيبه دي تتركن وتتعرض للبيع كلهم بلا استثناء برضو، والله بلا استثناء. من مصطفى شوبير لزيزو وتريزيجيه انا مش عايز حد. مش هيطلع يا باشا الناشئين يلعب، هيحصل اكتر من كده. انا شايل 3. انت عارف يعني ايه انا كاهلي شايل 3؟ يا نهار اسود، 3-0، 3-0. مش ده كانوا بيلعبونا القلب هقول لك ايه بس، هقول لك ايه. شايف كانوا بيعملوا فيك ايه في الملعب؟ انت شايف كان حاصل فيك ايه في الملعب؟ شايف هيطلع لك دلوقتي شويه اللجان ولاد هلمح حد فيكو. انا عايز المح حد من اللجان او اللي بيدافع عن مجلس الاداره، سواء في بص سواء في كومنت. قسما بالله ما هرحم حد، مش هرحم حد. اشوف بس بوست او كومنت لحد فيكو، اشوف حد بيطبل للاداره، اشوف حد بيطبل لشويه الخواجات اللي في الملعب. خواجات يا باشا، خواجات بس اقلبها انت فاهم ايه. 3 فضيحه والله العظيم فضيحه. وقال ايه؟ قال لك الزمالك اتعادل مع انبي، الاهلي هينزل الملعب يدوس على بيراميدز. يا باشا الاهلي نزل اتداس على اللعيبه. الاهلي ما بيتداس عليه، اتداس على اللعيبه جوه الملعب، اتداس 3-0. والله فضيحه. وهيطلع لك دلوقتي المطبلاتيه واللجان. ايوه اللجان. الجون اللي اتلغى للاهلي مش اوفسايد. يا راجل اقعد ساكت. جون ايه يا راجل؟ جون ايه؟ انا مالي برضه اوفسايد. يا ماشي يا عم اوفسايد مش اوفسايد، اركن الجون. انت فين؟ فين الاهلي؟ فين الاهلي اللي احنا نعرفه؟ فين الاهلي اللي احنا نعرفه؟ فين الاهلي بتاعنا؟ فين يا شويه لعيبه؟ فين؟ عايزين ايه؟ انتوا عايزين ايه؟ عايز ايه يا خطيب؟ كلكم كلام للكل، لكل فرد جوه منظومه النادي الاهلي كلام للكل. انت عايز ايه؟ اتحرق دمنا يا راجل، يا راجل كفرتونا وخرجتونا يا راجل. عايزين ايه؟ قول لي عايز ايه؟ انت كلاعب فلوس بتاخدها، شهرة موجودة، اعلانات الله اكبر. عايز ايه تاني؟ عايز ايه تاني؟ لا ده يتضرب تعظيم سلام للزمالك. والله العظيم انا مقهور وانا بقول لك ايه، بس قسما بالله اضرب لهم تعظيم سلام. لا فلوس، لا لعيبه بتعمل اعلانات، لا وقف القيد، لا صفقات، لا مفيش اي حاجه، مفيش اي حاجه. شوف بيعملوا ايه في الملعب. شوف يا بس بقى ماتش انبي، وشوف برضه الروح اللي كانت في ماتش انبي. شوف لما كانوا خارجين متعادلين اللعيبه هتعيط خوفا من جمهورهم، خوفا من جمهور. انت عايز ايه بقى؟ انت متوفر لك لبن العصفور. عايز ايه؟ عايز ايه يا خطيب؟ هينزل لك بيان طبعا بقى ايه؟ يا باشا اشتغل بيانات يا بيبو، بيانات. هو بيبو بيانات. هيتم اعاده الهيكله وان شاء الله نبدا من الموسم الجديد. موسم جديد ايه؟ موسم جديد ايه يا راجل؟ اطلع قدم استقالتك وامشي يا راجل. يا راجل اطلع قدم استقالتك يا راجل، شوف ربنا يشفيك هتعالج ولا هتعمل ايه. اقعد في البيت بقى، اقعد في البيت وخد المجلس بتاعك معاك. انا حتى سيد عبد الحفيظ والله معاه. انا مش عايز حد، مش عايز حد يا باشا. انا عايز الاهلي يرجع، عايز الاهلي احنا نعرفه. 3-0. يا نهار اسود، يا نهار اسود.
مفيش لعيب واحد تحس ان هو بيلعب بروح، ما بيعمل عايز ايه، مفيش خالص. يا لهوي يا جدعان على اللي احنا وصلنا له، يا لهوي على اللي احنا وصلنا له. فين الاهلي؟ فين؟ ما انت السبب يا خطيب. والله انت هتقول لي اللعيبه بجزء كبير، بس انت السبب الاداره، انت السبب يا باشا. ما تقنعنيش بكلام غير دوت، لان انا مش هقول غير اللي انا مقتنع بيه. انا مش هقول غير اللي انا شايفه واللي انا مقتنع بيه، غير كده ينسى. خد بعضك وبالسلامه يا باشا. نزل بيان، بس لما تنزل بيان تهاجم فيه التحكيم وتهاجم فيه اتحاد الكوره وتهاجم. لا يا باشا، هتنزل البيان بتقديم استقالتك، اعتذر عن استكمال الثلاث اربع سنين اللي باقيين لك. انت كل اللي انت عايزه، انت عايز تقعد لحد ما الاستاد يفتتح. انا مش هستحملك، مش هستحمل اللي بيحصل، مش هستحمل يا باشا. الدوري ضاع، افريقيا ضاعت، الله اعلم هل هلعب كونفدراليه ولا لا. بص انت وصلتنا لايه؟ اللي انا بقول لك الله اعلم هلعب كونفدراليه ولا لا. انا كاهلاوي مش عارف انا هلعب كونفدراليه ولا لا، بقول يا رب الحق العب حتى كونفدراليه. بص وصلتنا لايه، بص وصلتنا لايه يا كابتن محمود. اخسر 3-0 من بيراميدز؟ لا، ويقول لك الاهلي عايز لازم نكسب، كنا نقول لازم نكسب الاربع ماتشات والاهلي هينزل غير روح مين؟ البقاء لله، البقاء لله في الروح يا صاحبي، البقاء لله في الجيل دوت. انسى والله العظيم يا صاحبي. مفيش دم، مفيش احساس، مفيش اي حاجه. نزلنا لعبنا اول 5 دقايق في الماتش اول 5 دقايق يا صاحبي. انت لعبت اول 5 دقايق وبعد كده شكرا الماتش خلص. دفاعك شوربه، لا ياسر نافع لا ياسين قادر يجري، مع انك عندك كنت بتلعب هادي رياض مع انه دكه نازل بتشكيله. ليه ديانجو ومروان؟ ليه ابدا بديانجو ومروان؟ بيقول لك ديانج ده رايح فالنسيا، ديانج رايح فالنسيا. في لفظ عايز اقوله بس مش هينفع، والله ما هينفع. فالنسيا يا ابو فالنسيا، فالنسيا اللي انت رايحها. ويا مروان ايه يا شوبير؟ انا هقول ايه ولا ايه ولا مين؟ كله على الله ان شاء الله يا صاحبي. مفيش والله العظيم مفيش. 3-0 يا نهار اسود، انا مش عارف اقتنع. يعني الواحد حاسس ان هو في حلمه هيصحى دلوقتي ولسه ماتش بيراميدز هنلعبه. ايه يا جدعان؟ ايه؟ قال لك سيب الملك في المدرجات، قالوا روقوه، سيب الملك للمالك، اداره بيبو في مهالك ايه ده؟ وعدوا المرحله دي بكتير، عدوا المرحله دي. وهو مختفي عن الانظار. كابتن محمود الخطيب مختفي عن الانظار. بقى ايه اللي هو انا بعيد عن كره القدم؟ الاستاذ ياسين منصور وكابتن سيد اللي بيديروا. يا باشا خدهم في ايدك واتكلوا على الله، خدهم في ايدك. انت فاكر ان احنا هيبقى لنا عزيز؟ ما عملناش يا باشا عزيز. كابتن سيد كان يطلع في برنامج يقول لك هنعمل ونسوي، الاستاذ ياسين منصور يقول لك ملف الجمهور، ولا شفنا اي حاجه. سيبكم الكلام يبقى قبل الانتخابات دوت. انا شفت ايه في ارض الواقع؟ ما شفتش حاجه. والرأي الأول والأخير للكابتن محمود الخطيب، خدها مني بقى، الرأي الأول والأخير للكابتن الخطيب. اللي هو بيقوله هو اللي بيمشي. الأهلي مركز تالت 44 نقطة، وسيراميكا تحتيك 43، ولسه في ماتش بينك قدامك وقدام سيراميكا. تعرف انت لو طلعت مركز رابع وزد خدت الكاس، انت مش هتلعب في افريقيا ولا دوري ابطال ولا كونفدراليه. والله زي ما بقول لك، انت كده عايز بيراميدز والزمالك يقعوا ماتشين من التلاتة عشان حتى تلحق تلعب مركز تالت، تلعب على التالت. عايز بيراميدز تقع ماتشين من 3 ماتشات. يا باشا انسى يا باشا، خلاص خلصت يا رب. حتى تعرفوا تحافظوا على المركز التالت. ما بقتش فارقه والله ما بقتش فارقه، ولا الواحد بقى مستني منكم حاجه، ولا الواحد هيبقى عنده ربع في المية ثقه فيكم. مفيش يا باشا. مفيش. يا نهار اسود يا جدعان، يا نهار اسود يا بيبو يا فاشل. 3-0 دي فضيحه هتتكتب في تاريخ. انت مش بتقعد تقول بقى مش عارف اتكتب في تاريخ مجلس الاداره ايه، واتكتب في تاريخ، هيتكتب في تاريخ مجلس الاداره ان ده اسوأ موسم من 1907 في عهد محمود الخطيب. هيتكتب في عهد محمود الخطيب ان انا خسران 3-0 وخارج بفضيحه من بيرم 3-0 مع الرأفه. هتقول والله 3-0 مع الرأفه، احمد ربنا ان الماتش يخلص 3، الماتش ده يخلص 5-6 لو كان داسوا شويه. لا كان لا في لعيبه في الملعب ولا مفيش خالص. مفيش اي حاجه هتيجي في دماغك. مفيش. شوف انت كنت قاعد بتفكر شوف اول حاجه تيجي في دماغك لعيبه، مفيش. اداره، مفيش. الجمهور نوعا ما بيحاول يعمل اللي عليه. اي حاجه تيجي في دماغك مفيش.
مفيش. مين السبب في كل دوت؟ سمعني مين؟ هو الخطيب، هو مجلس الاداره. هو ما هيطلع لك دلوقتي، انا الله اعلم، انا بسجل لك بعد الماتش على طول. هتلاقيهم دلوقتي في قناه الاهلي شغالين بيتكلموا في الجون اللي جه واتحسب اوف سايد بتاع تريزيجيه. ازاي الحكم حسب اوف سايد؟ يا راجل شوف المشاكل والفضايح اللي انتوا فيها، شوف مشاكل مجلس الاداره. خليك راجل واتكلم. الارزاق دي بيد الله، يمشيك من القناه يا باشا. انت ضميرك مرتاح. هتلاقي اللجان على الفيس في اجتماع مهم لمجلس الاداره، في بيان نازل بعد قليل، في خصم 25% من اللعيبه. هوب، عبال ايه الصبح ولا حاجه، حسام البدري مرشح بقوه للنادي الاهلي. اصل علي ماهر في تواصل معاه، اصل مش عارف مين، استاذ ياسين منصور اتصل بحسام البدري عشان يمسك من اول الموسم. هيمسك ايه بس؟ هيمسك ايه؟ خلاص نقول كلام ما يتقالش، خلاص نقول كلام ما يتقالش. الواحد على اخره، قسما بالله العظيم الواحد جايب اخره، جايب اخره في كل حاجه، من كل حاجه بقى. انتوا كفرتونا انتوا. هقول ايه؟ هتيجي تشوف اللعيبه كلهم تديهم بالسوالب، سالب 1 وسالب 2. والله العظيم زي ما بقول لك، تيجي تقيم اللعيبه، لعيب سالب يا باشا. يا شوبير، يا حارس مصر الاول، يا دفاع الاهلي. كنا قاعدين بنفكر محمد هاني مش هيلعب ماتش الزمالك عشان الانذار التكتيكي. هو هنلعب مع احمد ايه يا باشا؟ ان شاء الله عندهم ما لعبوا كلهم، ان شاء الله عندهم كلهم ما لعبوا. وانت تعمل ايه في ماتش الزمالك؟ الزمالك لو نزل بالروح بتاعته اللي هو فيها وانت نزلت بنفس الاداء دوت، يشيلك 4-5. والله يشيلك 4-5، مش عشان هو حلو، لا، عشان عنده روح، عنده ناس لابسه عارف ايه التيشيرت اللي لابساه، عنده ناس عامله حساب لجمهورها، عنده ناس خايفه على زعل جمهورها. انت مفيش يا باشا. انت النهارده اللعيبه خسرت، دلوقتي هيطلعوا الشاور يغير. شوف يا باشا انا هسهر فين، شوف عندي افتتاح ايه، رايح عرض ازياء بتاع مين، تمام، وروح يا باشا. وانت يا سباك يا تروب، انا مش عارف هنتقدك ازاي، انا مش عارف هنتقد التروب ده ازاي. هو مدير فني عارف انه غير في داهيه اخر الموسم. اللعيبه انت حسابها، اللعيبه ذات نفسها تسمع كلامه ازاي. انا كلاعب كوره دلوقتي عارف ان المدرب ده مش مكمل معايا، كلها 3-4 ماتشات وماشي. هيقول لي اعمل كذا، انا هسمع كلامه ازاي؟ بس انت المفروض كلاعب تخلي عندك دم يا باشا، عشان جمهورك، عشان الناس تيجي وراك كل حته، عشان الناس بتحرق دمها في التلفزيونات. انتوا مفيش خالص. نزل لك، وقلنا والله العظيم قلنا اتفرج على الحلقه اللي منزلها امبارح، بلاش مروان وديانج، بلاش مروان وديانج. انت نازل مروان، وهي بعدين هي جت عليهم، هي جت على نص الملعب. الراجل ده نص ملعب يا زيزو، يا زوز. يا زوز، يا حبيبي يا زيزو، يا حبيب قلبي، يا حبيبي يا تريزيجيه. فاكر نفسه صاحب الكوره. عارف انت زمان لما كنا نلعب في الشارع، فصاحب الكوره ده يا باشا انا بعمل اللي انا عايزه. لما كنت ابقى انا واخد الكوره بتاعتي ونازل العب في الشارع، انا صاحب الكوره، لا بقف جون بقى، انا اللي انا عايزه بعمله، مش انا صاحب الكوره مش عاجبكم هاخد الكوره واطلع. هو تريزيجيه فاكرها كده، فاكر ان احنا جايبين ميسي رجع من اوروبا. راجل اوروبي ايه؟ راجل اوروبي انت جاي من قطر؟ فوق يا راجل، يا راجل فوق. شريف. هاي شريف المخيف، شريف. قال انت كابتن محمود وفلوس وسام، بس وسام كان لازم يمشي وجاي له عرض كبير واللعيب عايز يمشي. وديت فلوسه فين؟ فلوسه راحت، جبت مين مكانه يعني؟ ما جبتش حد، جبت مروان عثمان اوتاكا. اه اه وبعدين عايز توصل لايه؟ شفت اللي انت وصلتنا ليه؟ شايف احنا مركز ايه وعاملين ازاي؟ سيبك يعني انت من مركز تاني، شايف احنا عاملين ازاي؟ شايف ادائنا في الملعب عامل ازاي؟ شايف جمهورك عامل ازاي؟ انت فين من كل ده يا راجل؟ انت فين؟ انا لا يا باشا بعمل الاستاد، انا هجيب اكبر عقد رعايه، انا مش عارف جايب فلوس منين، مش عارف الميزانيه في فائض ميزانيه كام، مش عارف في ايه، بفتتح فرع جديد، مش عارف اكاديميه الاهلي فين. ماذا بعد يا كابتن محمود؟ من الاخر واحد جايب اخره. انت افشل مجلس اداره، مش عارف، كنت هقول كلمه ما ينفعش تتقال بس ماشي. انت افشل رئيس مجلس اداره في تاريخ النادي، وافشل مجلس اداره في تاريخ النادي، وافشل جيل في تاريخ النادي، واسوأ لعيبه الواحد شافها لابسه تيشيرت الاهلي، مش كفنيا بس، لا ده كفنيا، كاحساس بالمسؤوليه، كروح، اللي انت عايز تقوله قوله.
اللي انت عايز تقوله قوله. ويقول لك لسه في امل، في امل، وفي عمر، وفي وفاء، وفي هايدي، في كل حاجه، كل حاجه هتلاقيها امل. والله الواحد مقهور، الواحد مقهور، الواحد مقهور يا شويه لعيبه خواجات مع التبديل. انت عارف بقى الكلمه اظبطها زي ما انت عايز. الواحد فيه كلام عايز يقول بس ما ينفعش يتقال، ما ينفعش يقال احتراما للناس اللي بتتفرج. ما ينفعش، ما ينفعش يرجعونا الاهلي بتاعنا، رجعونا الاهلي اللي احنا نعرفه. لازم وقفة. هنتظر بيان انكم تقدم استقالتكم كمجلس ادارة فاشل برئاسة محمود الخطيب، وتتكلوا على الله، وتسيبوا الاهلي بقى يشوف حاله. مش هتقف عليكم، اكيد هيجي فيه اللي احسن منكم، ده اكيد ان فيه اللي احسن منكم. يجي حد يا باشا يشوف اللي احنا فيه، يشوف العك اللي انتوا عاملينه، يشوف موضوع الجمهور، يشوف موضوع الفريق، يشوف لعيبة تتعرض للبيع 99%، 100%. قول يا باشا كله، والله كله اعرض للبيع، يصلح اي حاجة، لان انت خربتوها، وانت خربتها يا كابتن محمود. اشوفكم في حلقة جديدة.